السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب الجميع يكون بخير. وحشتوني كتير كتير. يا رب الفيديو بتاع النهاردة ان شاء الله يعجبكم. عايزة بس قبل ما نبدأ الفيديو نصلي على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض الصدوق بطريقة مش عارفة بقى مختلفة ولا بطريقة كل الناس بتعملها زيي، بس هنشوف مع بعض انا بعملها ازاي. بجد كان طعمها جميل جدا وريحتها تحفة جدا جدا وبطريقة سهلة وبسيطة. طبعا زي ما انتوا شفتوا كده انا سخنت الطاسة بتاعتي وحطيت فيها حبة زيت. انا في الطبيعي ما بحطش زيت لاني بعملها على طاسة تيفال، فطالما هعملها على طاسة ألمونيا فلازم احط لها حبة زيت بساط كده علشان ما تلزقش مني في الألمونيا بتاعتي. تمام. وبفضل اقلب بيها كده شوية وبعدين اسيبها بقى ايه لما تنزل ميتها وتبدأ ايه تتشوح بقى معايا كده. انا عايزاها تتحمر خالص وانزل كل الصوص اللي في الصدوق بتوابله في الزيت، وبعدين لما هيتحمر كده معايا هروح شايلاه واخده الصدق بتاعي في طبق، وهستخدم بقى الصوص اللي نزل منه بالزيت بكله في الخلطة الحلوة اللي انا هحطها بعديها. عايزاكم بس حبايبي ما تنسونيش في التعليقات الجميلة بتاعتكم اللي بجد بتحفزني ان انا اعمل فيديوهات جديدة وبتشجعني وبفرح جدا بيها ان في تفاعل مع القناة. ولايكاتكم الحلوة برضو، مع ان اليومين دول انتم مقصرين معايا كتير، بس ان شاء الله ترجعوا مرة تانية تحبوا القناة وتتفرجوا على الفيديوهات الجديدة وتتفاعلوا معاها. هنا زي ما قلت لكم انا شلت الصدوق وباخد بقى ايه كل الصوص اللي نزل منه بعمل بيه ايه. انا جبت دلوقتي بصلايه وسط كده او صغيره شويه وبقطعها، يا اما تحبيها جوليان كده يا اما تقطعيها التقطيع العادي. فانا قطعتها تقطيع عادي، بحاول ان انا ما بينهاش قوي لان البنات ما بتحبش البصل في حاجه، بس هو بيدي طبعا طعم حلو للصدوق. وهنا نزلت ب3 طماطمات صغيرين او طماطمتين كبار على حسب الموجود عندك، بقطعها برضو نفس الحكاية يعني، وبفضل اقلب فيهم كده. وهحط بعد كده ايه نشوف مع بعض. انا بس عايزة الطماطمايه تستوي وتتهري كمان مش تستوي بس. ودلوقتي بحط الفلفل الاخضر بتاعي، ده فلفل بارد. عايزة تحطي فلفل حامي براحتك خالص، بس احنا هنا ما بنحبش الحاجة الحامية لان اصلا كمان الصدق نفسه بيبقى فيه توابله وبيبقى احيانا كمان مليان شطة فبكتفي بالتوابل بتاعته. لو هحط حاجة بسيطة زي ما هتشوفوا معايا، وببدأ برضو اقلب كده اقلب. وهروح حاطة زي مثلا ربع كوباية مية بحيث ان الخلطة بتاعتي دي كلها تستوي. ولما اهي بصوا زي ما انتوا شايفين كده ربع كوباية مية، ما تكتريش عن كده، انا بس حطيتهم بهدف ان ايه تتسبك معايا وتستوي كل الحاجات دي. فاهمين ازاي؟ والفلفل كده كده ما بيبقاش ايه ما بيبقاش مستوي قوي، بس بيبقى حلو يعني بيدي كده ايه نجرش. إيه اسمها ايه نجرشه ولا اسمها ايه مش عارفه. قرمشه حلوه كده للصدوق. بس وهسيب الميه دي كلها تتسبك وتنشف، وبعد كده هنزل بالصدوق بتاعي. هحط هنا حبة بهارات، هتشوفوني حاطة بصوا شعرات كده شعرة يعني. وعايزة تستغني عن الشعرة دي برضو انت حرة، بس انا قلت علشان الخلطة نفسها تبقى مملحة كده ومتبلة. وهحط حبة فلفل اسود او فلفل اسمر زي ما بتقولوا يعني. برضو حاجة بسيطة جدا. انا حتى بعد ما حطيتهم قلت يا ريتني ما حطيت، كده كده الصدق بتاعي مملح وبيبقى فيه فلفل اسمر كتير، فبرضو ما عملتش تأثير يعني قوي يعني، لان انا حاطة زي ما وريتكم كده شعرة بسيطة بس كده. وبقلب بقى كل التوابل دي معاهم. عايزه تحطي حبه ملح حطي، مش عايزه ما تحطيش. انا ما حطيتش لان زي ما قلت لكم الصدق ملح. تمام كده. هستنى الميه دي تتشرب كده وبعدين هنزل بالصدق.
عايزة اسألكم على حاجة، ايه رأيكم في الطريقة دي في الفيديوهات؟ هل ان انا اتكلم عن الوصفة بس واشرح لكم انا بعملها ازاي، ولا تبقى الوصفة قدامكم مشروحة وشارحة نفسها واتكلم في موضوع تاني مثلا الناس بتتكلم عنه، او مثلا بحكمة، او في اي حاجة انتوا حابينها؟ فقولوا لي انهي طريقة انتوا حابينها، اتكلم عن الوصفة ولا اديكوا اتكلم في اي موضوع خارج الوصفة ويبقى الفيديو شارح نفسه؟ بس اتمنى يعني تردوا عليا في التعليقات، وزي ما قلت لكم ارجوكم ما تنسونيش في اللايكات والتعليقات، ولو عجبتكم الوصفة اعملوا لها شير ما بينكم وما بين اصحابكم، ده هيفرحني جدا يعني. عايزه اقول لكم شكلها ولا ريحتها بجد تحفه تحفه تحفه، يعني الواحد عايز يجيب عيش كده ويقعد ياكل وهي في الطاسه. بجد شكلها جميل جدا وكان طعمها حلو جدا. والفيديو الجاي ان شاء الله هوريكم عملنا بالصدق ده ايه، عملنا بيه ولا بلاش خليها مفاجأة بقى. عملنا بيه ترند الشيبسي، اللي هو كيس الشيبسي ده، عارفينه؟ هتشوفوه بقى الفيديو اللي جاي على طول بإذن الله. بوم، ادي الصدق خلاص. بصوا بقى بيطلع الدخان بتاعه، بشكله بجد يشهي قوي ويفتح النفس، وطريقته زي ما انتوا شفتوها سهلة وبسيطة ازاي، ما فيهاش اي يعني افتكاسة. بس لو انتوا بتعملوها زي كده قولولي بنعملها زيك، لو بتعملوها بطريقة تانية اكتبولي برضو الطريقة بتاعتكم في التعليقات. اتمنى يكون الفيديو عجبكم ويستاهل المشاهدة. اسيبكم في حفظ الله وامنه، كنتم مع ام الامارات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.